أنت ليه دايماً أول ما العلاقة تبدأ تحلى وتدخل في الجد بتروح فجأة لافف وشك وماشي ومختفي من غير مقدمات؟ هل فعلاً دي قوة وذكاء منك إنك بتمشي وتسيب قبل ما تتساب عشان تحمي كرامتك؟ ولا ده خوف مرضي من التعلق وهروب صريح من مواجهة مشاعره الحقيقية؟ الشخص اللي بيمشي أول ما يحس بخطر القرب هو شخص عايش في صراع داخلي مرير جداً. هو بيبقى نفسه يتحب بجد ويدوق السند، بس في نفس الوقت مخه متبرمج إن القرب يعني سيطرة، أو يعني إن الطرف التاني هيشوف عيوبي فيرفضني، فأنا أسبق وأمشي الأول عشان أفضل أنا اللي ماسك الزمام ومتحكم في اللعبة. الهروب هنا مش قوة شخصية، ده دفاع نفسي بدائي، الغرض منه حماية النفس من وجع الرفض المتوقع. انت بتعيش في وهم انك القوي اللي مشي، بس الحقيقة انت اكتر واحد خسران وموجوع من الوحدة. تعال نواجه الحقيقة المرة اللي بتحاول تخبيها. الهروب من التعلق هو في الأساس خوف من الانكشاف العاطفي. انت بتهرب لانك خايف لو استمريت الطرف التاني هيدخل جوه أعماقك، هيشوف ضعفك وهيشوف الطفل الصغير اللي خايف جواك، وانت راسم لنفسك صورة المقاتل الصلب اللي ما بيتهزش. فبتقرر تنهي العلاقة وهي في قمة حلاوتها عشان تفضل صورتك في نظره ونظر نفسك هي صورة الأسطورة اللي ما بيتحنيش. انت مش بتهرب منه هو، انت بتهرب من حقيقتك اللي خايف تظهر في عيونه وتكشف انك إنسان عادي ومحتاج للحب زيك زي أي حد. المشكلة إن الهروب ده مع الوقت بيتحول لنمط حياة مدمر. بتلاقي نفسك بتكرر نفس السيناريو في كل علاقة بتدخلها. البداية بتبقى نار وحماس، وبعدين أول ما تبدأ المسؤولية العاطفية تظهر تبدأ أنت تدور على أي غلطة تافهة في الطرف التاني عشان تبرر لنفسك الهروب. أصلها بتزن، أصلنا مش شبه بعض، كلها مبررات وهمية مخك بيخلقها عشان يهرب من رعب الالتزام. أنت بتخلق مبررات عشان تحمي سجنك الانفرادي اللي أنت سميته حرية، والنتيجة إنك بتكبر وبتلاقي نفسك وحيد وسط زحمة معارف ملهمش لازمة في وقت الجد. الجذور غالباً بتبقى مدفونة في طفولة كان فيها التعبير عن المشاعر ضعف، أو كان القرب من الأهل مخيف أو غير مضمون. كبرت وانت شايل فكرة إن محدش هيفهمني، أو لو قربت بزيادة هيجرحوني، فبنيت سور عالي جداً حوالين قلبك، وأي حد يحاول يتخطى السور ده بتضرب عليه نار البرود والانسحاب المفاجئ. انت محتاج تفهم ان السور اللي بناه طفل زمان عشان يحميه هو نفسه السور اللي بيخنق المقاتل دلوقتي وبيمنعه من انه يعيش حياة كاملة. الهروب ده هو نفي اختياري بعيد عن الحياة الحقيقية. عارف ايه اللي بيحصل في كيمياء مخك لحظة الهروب؟ بتبدأ تعمل حاجة اسمها استراتيجيات التعطيل. تبدأ تركز في أتفه عيوب الطرف التاني، تفتكر علاقاتك القديمة وتعمل مقارنات ظالمة، أو تبدأ تنسحب تدريجياً. كل ده عشان تقنع ضميرك إن الشخص ده مش مناسب، وإن الهروب هو القرار الصح والوحيد للنجاة. أنت بتقتل مشاعرك وهي صاحية، لأنك مرعوب من سكينة الفراق اللي أنت أصلاً بتستعجلها بإيدك. أنت بتعيش في تناقض غريب، بتموت العلاقة بإيدك خوفاً من إنها تموت لوحدها، كأنك بتنتحر كل يوم خوفاً من الموت. الهروب من المواجهة هو قمة الجبن العاطفي اللي ممكن يمارسه إنسان بيدعي القوة. المقاتل الحقيقي هو اللي بيقدر يقعد ويواجه ويقول أنا خايف، أنا القرب بيقلقني. لكن إنك تمشي وتخبط الباب وراك أو تعمل بلوك وتختفي، ده سلوك أطفال مش مقاتلين بيحترموا نفسهم. المواجهة بتخليك تنضج، بتخليك تفهم نفسك، وبتدفع عنك تهمة الغدر والندالة. الهروب بيسيب جروح مفتوحة ونزيف عند ناس ملهاش ذنب غير إنها حبتك بصدق. فكر في الكارما، الوجع والحيرة اللي بتزرعهم في قلوب الناس هتحصدهم في يوم من الأيام ندم ملوش علاج. طيب إيه الحل؟ أول خطوة هي الاعتراف الصادق. قول لنفسك بصوت عالي أنا بهرب لأني خايف، مش لأني ذكي ومسيطر. لما تعترف إن الهروب ده نقطة ضعف ومجرد محاولة للاختباء من مشاعرك، هتبدأ بوابات التغيير تتفتح. ابدأ راقب نفسك أول ما تحس برغبة الجري، واسأل نفسك بوضوح إيه اللي حصل دلوقتي بالظبط خلاني عايز انسحب؟ غالبا هتلاقيها كلمة حنينة أو لحظة قرب حقيقي هزت حصونك اللي انت بنيها. واجه الخوف ده، ما تهربش منه. الثبات في مكانك وانت مرعوب هو أول خطوة عشان تكون مقاتل عاطفي حقيقي بيعرف يحب. تاني خطوة هي الصدق مع الطرف التاني.
لو دخلت علاقة وبدأت تحس بالخنقة ما تمشيش، اقعد واتكلم بوضوح. قول أنا عندي مشكلة قديمة مع التعلق وبحتاج مساحة آمنة تفهمني. الصدق ده بيخفف الضغط النفسي عنك. لما بتشارك خوفك القوة بتاعته بتقل للنص فوراً. التعلق الآمن بيتبني بالكلام والمواجهة مش بالهروب والسكوت. المقاتل الذكي هو اللي بيبني جسور تواصل قوية بدل ما يبني أسوار عزل بتخنقه هو قبل غيره. الحقيقة إن التعلق مش قيد بيكتفك ويمنع حركتك، ده جناح بيطيرك. لما بتلاقي الشخص الصح وتسمح لنفسك تقرب بجد بتحس بقوة وسكينة ما كنتش تعرف إنهم موجودين في الدنيا أصلاً. الشخص اللي بيفهمك وبيسندك بيخليك مقاتل أشرس في معارك الحياة اللي بتقابلها بره. الهروب بيحرمك من الوقود العاطفي اللي بيخليك تكمل الرحلة الصعبة. انت مش مخلوق عشان تعيش جزيرة منعزلة في وسط المحيط، انت مخلوق عشان تتواصل وتتشابك مع غيرك. فك فكرة ان القرب ضعف، واعرف ان قمة الشجاعة هي انك تفتح قلبك وانت عارف انك ممكن تتوجع. عارف الشخص الهارب دايما قيمته الذاتية مهزوزة من جوه مهما بين العكس والجمود. هو مرعوب انه لو حد عرفه بجد هيزهق منه او هيشوفه مش كفاية فيسيبه، فبيهرب عشان يحافظ على البرستيج والغموض والسيطرة الوهمية. الشفاء بيبدأ لما تحب نفسك كفاية لدرجة إنك ما تبقاش خايف من حكم حد عليك. لما تكون كفاية في عين نفسك مش هيهمك لو حد مشي، فبالتالي مش هتضطر أنت تمشي الأول. القوة هي إنك تفضل موجود وتعيش التجربة للآخرها بمرها وحلوها. المقاتل ما بيسيبش أرض المعركة وهي لسه شغالة، بيحارب للنهاية وبشرف. لازم تفرق بوضوح بين الحرية وبين الوحدة. الحرية هي إنك تختار تكون مع حد وإنت لسه محتفظ بكيانك، لكن الوحدة هي إنك تكون لوحدك غصب عنك بسبب خوفك وجبنك من القرب. الهروب بيوصلك للوحدة القاتلة مش للحرية اللي بتحلم بيها طول الليل. انت بتهرب من سجن التعلق فبتقع في زنزانة الانعزال المظلمة. مفيش حد هيفضل مستنيك للأبد وانت كل شوية تجري وتختفي من حياته. الناس ليها طاقة والقلوب بتبرد من كتر الإهمال والانسحاب المتكرر. لو فضلت تهرب هتصحى يوم تلاقي نفسك حر جدا بس مفيش حد جنبك. رحلة الشفاء من فوبيا الالتزام محتاجة صبر وطولة بال على نفسك وعلى مشاعرك. انت مش هتتغير في يوم وليلة. ابدأ بخطوات صغيرة وبسيطة جدا. التزم بميعاد، التزم بكلمة، التزم بوجودك في حياة حد لفترة أطول شوية من عادتك القديمة في الهروب. لاحظ المشاعر المزعجة والخنقة اللي بتجيلك واقبلها كجزء من الرحلة، بس ما تخليهاش هي اللي تسوقك وتحدد مصير علاقاتك. انت سواق حياتك مش خوفك القديم. تخيل لو مرة واحدة بس في عمرك قررت تفتح الباب للآخر وتدخل النور لقلبك. تخيل الدفى اللي هتحس بيه لما تلاقي حد فاهم خوفك ومستعد يطمنك بدل ما يضغط عليك ويزيد همك. القرب مش خسارة لقوتك، ده إضافة جبارة ليها بتخليك أقوى بكتير. عيش اللحظة بصدق. لو العلاقة باظت في الآخر على الأقل هتكون باظت وانت حاولت مش وانت هربت. شرف المحاولة بصدق أكبر من وهم الانتصار. إحنا بنتعلم إن المواجهة هي أقصر وأضمن طريق للشفاء والنمو. واجه الشخص اللي جواك اللي بيوسوس لك بالهروب والانسحاب في كل مرة الدنيا تحلو فيها. قول له أنا كبرت وما بقتش محتاج استخبى ورا الستاير والخوف. الهروب كان درع حماك زمان وانت طفل ضعيف، ارمي الدرع ده النهاردة للأبد. العلاقات مش حروب انت داخل تكسبها بإنك تمشي الأول. العلاقات شراكة انت داخل تبنيها طوبة طوبة. لو الطرف التاني سابك دي مش نهايتك، لكن لو انت سبت كل الناس دي مشكلتك. عايزك تفكر في الهروب كأنه إدمان سلوكي بيدي راحة لحظية خادعة. كل مرة بتهرب فيها بتحس براحة مؤقتة وسيطرة، بس بعدها فوراً بيجي هبوط واكتئاب ووحدة مريرة وحسرة. انت محتاج تبطل الإدمان ده وتتعود على ألم النمو. النمو بيوجع والقرب بيخوف، بس النتائج في الآخر تستاهل كل تعب ومخاطرة. الشخص اللي بيقدر يبني علاقة مستقرة هو شخص متصالح مع نقصه البشري ومتقبل لعيوبه. بطل تطلب الكمال في الناس عشان سبب مقنع تهرب. اقبل إن الناس بشر زيك بالظبط. التواضع ده هو اللي هيخليك تقرب وتتحب. ما تهربش من جنة ممكن تكون موجودة فعلا عشان خايف من نار ممكن ما تجيش أصلا في علم الغيب. انت بتخسر الحاضر المضمون عشان خوف مرضي من مستقبل وهمي انت اللي رسمه. اقلب الصفحة السوداء دي وابدأ من جديد بقلب شجاع فعلا. الشجاعة مش إنك ما تخافش، الشجاعة إنك تخاف وتفضل موجود في مكانك. اللي بيمشي ويسيب قبل ما يتساب هو شخص مهزوم داخليا ومرعوب، لكن اللي بيفضل للنهاية هو المقاتل الحقيقي اللي بيحترم مشاعره ومشاعر الناس. الزتونة في كلمتين:
الهروب من التعلق مش قوة، ده ضعف متنكر في زي كرامة مزيفة وكبرياء وهمي. انت بتهرب من مواجهة نفسك مش من الناس اللي حواليك. الحل بيبدأ بالوعي بجذور الخوف ده، وممارسة الثبات في لحظات الخطر العاطفي، والصدق التام مع الشريك اللي معاك. القيمة الذاتية الحقيقية بتيجي من القدرة على البقاء، مش المهارة في الهروب. لما تبطل تجري هتبدأ تشوف جمال الطريق والناس اللي ماشية معاك بجد. المقاتل بيبني بيت مستقر، ما بيعيش حياته كلها في خيمة سفر جاهزة للطي في أي لحظة. استقر وازرع، خد نفس عميق، وبص بصدق لورا على شريط حياتك. كم علاقة حقيقية ضاعت منك بسبب جريك؟ كم شخص كان ممكن يكون السند وانت خسرته ببرودك وانسحابك المفاجئ؟ ما تزعلش على اللي فات، بس تتعلم منه بجد عشان ما يتكررش. الملف ده اتفتح عشان يقفل لك طريق الهروب للأبد ويفتح لك طريق المواجهة والشفاء. انت النهاردة بقيت أوضح قدام مراية نفسك. مسموح لك تخاف، بس مش مسموح لك تظلم روحك بالوحدة الاختيارية القاتلة. ارمي مفاتيح الزنزانة دي واخرج للحياة بقلب مفتوح. الدنيا فيها حب حقيقي يستاهل المخاطرة. لو حسيت ان الكلام ده عليك او على حد غالي تعرفه، ما تخليش الملف ده يقف عندك ويتحبس. اعمل لايك واشترك عشان نفهم سوا خبايا نفوسنا ونبقى أقوى وأصدق في كل علاقاتنا. وسيب كومنت قول لنا فيه بصدق، هل انت من النوع اللي بيهرب ولا النوع اللي بيتمسك؟ وايه اكتر حاجة بتخوفك في فكرة القرب والتعلق؟ مشاركتك هي اللي بتخلينا عيلة واحدة اللي بيحاولوا يبقوا أحسن نسخة من نفسهم كل يوم. سلام عليكم.